وناس صدقت في الحلم من الأول خالص لما كان أنا عايزة أشتري أرض في حتة عشوائية وابنيها حلم مدرسة. طبعا دي ناس على راسي من فوق. ما أنا بقولك 1.5 سنة بيقولوا لي ياسمين أبو يوسف قصة ملهمة. ده مشوار من زمان قوي ابتديناه واحدة واحدة. لما اتبعت لي إن في منطقة عشوائية جدا اللي هي كلنا عارفين عليها اللي هي عزبة خير الله. ففي ناس جت اتخضت، قال لك إيه المكان ده هنا ليه؟ لقيت في وسط العشوائيات دي زي جوهر. ابتدوا يرموني بقى باللي معاهم، يعني طوب زلط كده. هو التعليم هو أساس كل حاجة. اللي بيبيع كليته عشان 15,000 جنيه، انت مهما حكولك عمرك ما كنتي هتصدقي. المدرسة دي يتعمل منها واحدة في كل منطقة عشوائية. هو ده بالظبط. ايه اللي انت محتاجاه عشان تكبري؟ كنت عندي يقين ان انا عايزة اعمل كده. لسه في خير. انت بس المهم تعرفي توصلي للشخص الصح وللقلب الصح. ازيكم؟ الحلقة بتاعت النهاردة مختلفة جدا عن الحلقات اللي عملناها قبل كده. الحلقة النهاردة الهدف منها ان احنا نبين انه لسه في خير كتير بيحصل، انه زي ما في شر في خير، بس للأسف دايما الشر هو اللي بيطفو، هو اللي بيطلع زي على المية كده. تلاقوا مثلا الزبالة عايمة على المية هي اللي بتطلع فوق. إنما الحقيقة إنه زي ما في شر في خير، بس ما بيبانش عشان الناس ما بتتكلمش فيه وما حدش يعني بيعمل عليه قصة كبيرة. والنهاردة هدف الحلقة إن احنا نشوف إزاي ممكن شخص يعمل حاجة تغير في حياة ناس كتيرة حواليه، فعلا نغير في حياة البني آدمين اللي حوالينا، وإن احنا نحسن من معيشتهم، وإن احنا نرسم ابتسامة على وشهم. وأتمنى إن احنا لما نخلص الحلقة دي نشوف احنا كمان ممكن ازاي نغير في حياة حد أو نعمل فيها فرق. ياسمينة، كلام الكبير ده لا أصل ده حقيقي يعني، وهقول لك ليه بقول كده. أولا ياسمين أبو يوسف أنتي منوراني، وإحنا تقابلنا مرة واحدة بس لما جيت أتفرج على المدرسة. ومعلش هي الانترودكشن النهاردة هتبقى أطول سنة عشان أوصف، عايزة بس الناس تفهم الهدف من الحلقة وإحنا بنعمل إيه. أنتي عارفة أن أنا من أول ما ابتديت أعمل سيزن 1 في الدبليو كذا حد قال لي لازم تقعدي مع ياسمين أبو يوسف لأن قصتها ملهمة، اللي هي بتعمله inspiring. وفعلا اتلبخت وكده ووقعت مني لحد ما common friend لينا بيتفرج على DW، هو عايش في أمريكا، بعت لي تاد توك انتي عاملاها، وفتحت وموضوع ما أخدش بعد 1.5 سنة، ما خدش أكتر من إن أنا اتفرجت على 3 دقايق ولقيت نفسي بكلمك، بعرفك بنفسي وبقولك ممكن أجي يعني عايزة أعمل معاكي بودكاست، وانتي قلتي لي طب أحب إنك تيجي تزوري المدرسة، وفعلا عملنا كده. حبيت جدا اللي خلاني في ال3 دقايق دول إنه ألاقي حد لسه عنده الحتة بتاعت أنا عايز أعمل فرق، حتى لو الدنيا مضلمة خالص عايزة أولع كبريت يعمل نقطة نور، يعمل سبارك وأكبرها وابتدي أنور، وبعدين تبقى شمعة، والشمعة تبقى يمكن عمود نور كبير. بس الهدف إن احنا ما نسكتش لما نلاقي الدنيا مش كويسة، إن احنا فعلا نحاول نعمل تغيير. وده اللي أنا حسيته في اللي انتي بتعمليه واللي بتعمليه في عزبة خير الله. فعايزاكي كده تحكي لي من الأول خالص انتي مين؟ أنا اسمي ياسمينة. من الأول يمكن طفولتي لو هنرجع زمان خالص، يعني صحابي في المدرسة كانوا بيروحوا النادي التمارين وكده. هوت أنا بابايا ربنا يخليهولي كان ياخدنا نروح نصطاد سمك، ننزل دايفنج ونصطاد، أمسك السمكة بإيديا وما أقرفش، أنط من مركب لمركب وما خافش. فكان كلها كده experiences. نشوف نصطاد بالصدفة شارك، مغامرات. مغامرات بالظبط، مغامرات ومفيش خوف ومفيش قرف. وفي
إن باشوف عادي، ما إحنا عايشين أهو، يعني في مغامرات كتيرة، مركب طلعت فوق الكورلز واتنجدنا بمركب، يعني فاهم، في حاجات كتيرة جدًا يعني. فدي كلها حاجات خلّتنا طبعًا بابقى alien جنب أصحابي اللي في المدرسة، إيه ده عملتِ diving وأنا عندي 12 سنة وأنتِ ما خُفتيش كده أهوّة؟ لأ. لأ، يعني مسكت بابايا ومامتي إيديهم ونزلنا تحت diving وخلاص يعني. وشُفنا shark. ف فده متهيأ لي اللي جرّأني إن أنا باعمل باقدم على الحاجات، مش باخاف ومش بابقى راهبة هيحصل إيه؟ هاجرّب، هيحصل إيه؟ هانُط وأتعلّم العوم. هيحصل إيه؟ بالضبط كده أهو. مامتي وأنا صغيّرة كانت بتاخدنا في العيد، قبل العيد بدل ما نوزّع فلوس، هي قُلت لِك الحتّة ديّة، بدل ما نوزّع فلوس بتجيب 5 متر قماش وبتروح توزّعهم على الناس في الشارع، وتقول لي بدل ما أدّي لهم فلوس هم يروحوا يخيّطوا الطوب القماش ده يعملوه لبس بيهم أحسن مليون مرّة، عشان أبقى ضمنت إن هم هيستخدموا الحاجة ديّة. أنا فاكرة الحاجة الوحيدة اللي فاكراها من طفولتي يعني، قُلت لها أنا لمّا أكبر عايزة أعمل زيِّك. شوفي الأهل بيأثّروا فينا إزاي، إمم. والطفولة بنرجع إمم. نقول البني آدم مش exposure. ما بيجيش من بلد، البني آدم بييجي من طفولته. exposure بتاعه. وبعدين في المدرسة كنت مدرسة مش باحبها خالص، ما كانتش بتعمل أي حاجة تنمّي الشخصية أو رياضة أو أي حاجة. لمّا دخلت الجامعة قررت إن أنا مش عايزة أكمّل كده. أنا عايزة أخُش في كل الactivities. أنا عايزة كنت أنمّي شخصيتي اللي ما اتنمّتش في المدرسة. آه. وأنا باخاف جدًا، جدًا، جدًا من public speaking، باخاف جدًا أتكلّم. إمم. و وابتديت بقى أخُش بقى MUN وMAL وfolklore وphotography وorganizing committee وfundraising وحاجات كده أهو، وكل الخبطات كل الحاجات دي ما خبطتش فيها بالصدفة، كل ده كان لسبب باحاول أفهم بعد كده الواحد دايمًا looking بيعرف back بقى هو عدّى ليه بأي حاجة عملها. بيعرف ليه هو عدّى كده. يعني الfolklore فرق جدًا، الMUN والfundraising فرق فرقوا، جدًا. الlogistics والorganizing committee وكده أهو reception فرق، كل الحاجات دي كل فرق، اللي عدّيتِ بيه photography فرق. استخدمتيه كانت أداة، كلّها أدوات عشان تستخدميها في الحاجة الكبيرة اللي عملتيها. وبعدين بقى الموضوع كلّه ابتدى إزاي بقى، كنت قاعدة على سلِّم Ewart Hall في الجامعة الأمريكية، باساعد ابن مُدرِّب الفولكلور في science باين والّا math مش فاكرة حتى، وأنا قاعدة باذاكر له، قام واحد من الjanitors جه وقال لي: "أنتِ هنا في الجامعة ممكن تساعديني، أنا ما باعرفش أقرا إنجليزي ومراتي بتعرف، مش عايزاها تعايرني، فعايزِك تساعديني." إمم. طيب، إحنا في مكان كلّه فصول، هاساعدك. وحواليّا كلّهم ولاد الclassmates بتوعي والصحاب وكده أهوّة كلّهم فاضيين، ما إحناش قاعدين طول الوقت كده أهوّة يعني بندرس طول الوقت. فدخلت خبّطت الباب على الجامعة وقُلت لهم أنا عايزة آخُد أوَض، أحجز أوَض، وكلّمت صحابي تعالوا نبتدي literacy classes for AUC workers. الكلام ده كان زي سنة literacy يعني زي محو أمية. الكلام ده كان سنة 97. اكتشفت بقى إن أصلًا هُم مش متعلّمين عربي، في منهم ناس الأساس. مش متعلّمين عربي. وبعدين almost no resources عملنا فرق في حياة الناس. بس بوقت، اديتهم من وقتي. and it was so rewarding إزاي بتفرقي في حياة حد، وإزاي الجامعة appreciated ده جدًا وcelebrated ده جدًا واحتفلت بيه وحاولت تدعمنا وتساعدنا وكده أهوّة. وI think هي دي كانت البداية، إني لقيت إن أنا ممكن أعمل فرق في حياة الناس، ورَدًا على ع الكلمة اللي أنتِ كنتِ بتقوليها، اللي هي إنِّك تقدروا تعملوا فرق في حياة طبعًا الناس، إن لو من كل غير واحد استعمل أي حاجة يقدر يستعملها، صوته، مجهوده، وقته، لو يقدر يساعد مساعدة مادية، كل حد يقدر يعمل فرق في حياة حد. وعارفة إيه الغريبة؟ إنها ابتدت أنتِ تقولي دي كانت البداية، وكانت البداية في التعليم برضه عشان الناس تبقى عارفة. أنا لمّا اتبعت لي إن في منطقة
عشوائية جدًا اللي هي كلنا عارفين عليها، اللي هي عزبة خير الله، وقالوا لي في مدرسة هناك. الحقيقة فكّرتني باللي أمي عملته في السيدة زينب ب57، يمكن مش بنفس الحجم، واحدة مستشفى واحدة مدرسة، ولكن رُحت لمّا جيت زُرت لقيت منطقة يعني تعبانة جدًا، 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 ما فيهاش إمكانيات خالص، خالص. من وأنا داخلة أنا فاكرة وحكيت لِك الموضوع ده، كان في كذا مدرسة تانية، مدرسة والأولاد قدّام المدرسة بيضربوا بعض وينطّوا فوق العربية، لدرجة أنا خُفت، أنا قُلت أنا باعمل إيه هنا؟ عارفة اللي هو أنا وأنا جاية لِك في الطريق وبعدين شايفة الأولاد يعني وشكلهم aggressive جدًا وكده، في لحظة كده بصّيت أنا باكلمِك بمنتهى الأمانة، ولقيت وشّي في وش حد من الأولاد، شُفتني، أنا شُفت وشّي، يعني أنا كنت لسه هاحكم على الأولاد وإيه ده وإيه اللي وصلنا له، لقيت وشّي على وش حد منهم في الشارع، أنا راكبة العربية، وبعدين سكِتّ كده وقُلت الفرق الوحيد بيني وبين الطفل ده إن أنا اتولدت في البيئة دي، ربنا. ما أقدرش آخُد ذرّة credit على الموضوع ده، أنا اتولدت لقيت نَفْسي هنا، هو اتولد لقى نَفْسه هنا، وبعدين مشيت شوية بالعربية وبعدين ابتسمت، فاهمة قصدي؟ قُلت لازم نساعد، وصلت عندِك لقيت عشان كده باقول لِك فكّرتني ب57 لقيت في وسط العشوائيات دي زي جوهرة، لقيت مدرسة نضيفة جدًا، مبنى جميل، لقيته كُلّه ألوان. لقيت مسرح ما حصلش، بسكرين ما حصلتش، كل الكراسي ملونة، كل المبنى ملون، لقيت سعادة، لقيت ملعب كورة، لقيت عيال بتلعب، لقيت جوهرة. احكي لي بقى قصة المدرسة ابتدت ازاي ووصلنا لهنا ازاي؟ زي ما أنتِ قُلتِ أنتِ كان ممكن تبقي زيّهم مكانهم، بالضبط، لولا بالضبط، إن أنتِ ربنا اتولدتِ في كان ده حتّة اختياره، تانية، صح. والأم مختلفين والمنطقة مختلفة، وكنت باحس إن أنا مش عايزة أشوف الولاد كده أهو، يعني هُم محتاجين هُم ليه نحرمهم من طفولتهم؟ إيه اللي إنه وداكِ المنطقة أول مرة؟ أنا أصلًا ب بنوزّع كُنّا كراتين أكل في رمضان، وكنت باشوف إن الأكل كويس أوي، وهو ده اللي إحنا عارفينه كُلّنا ومتعودين عليه. في سنة 2005 وزّعنا كراتين كتيرة أوي لناس كتيرة جدًا، عملنا فرق، بس اكتشفت إن الفرق دوّة لمدة أسبوعين بس، كلوا وانبسطوا، فرحوا بالأكلة وخلاص. مش مستمر. ف قُلت أنا مش ده الكلام ده كان سنة 2005 قُلت لو أنا ما جمّعتش فلوس للأكل في رمضان مصر مش هتموت من الجوع يعني فقُلت طيب أدوّر على حاجة فعلًا تعمل فرق طول السنة، مش عارفة هي إيه الحاجة، بس هو لازم يبقى في حاجة يعني، لازم في حل غير إن هو مجرد بنفتكر أوي، أوي ونتحمس أوي إن إحنا نساعد ونعمل فرق في رمضان ونعمل موائد ونعمل assembly ونوزّع وكدهوّة، طب بقية السنة ما هي الناس برضه عايشة بقية تعبانة. السنة. عايشة وبتكافح وبتعافر وكل ده بقية السنة. فرُحت كذا حتّة ولمّا رُحت هناك شُفت بقى دنيا تانية خالص. شُفت يعني ابتدينا بقى نوزّع ف فأخدت الولاد على جنب عشان التوزيع يتم كويس، فقعدت ألعب مع الولاد نملة ونخلة وشمس وقمر ونجوم الليل. وبعدين مش هانسى أبدًا واحدة من الستات قالت لي: "أنتِ عيّلة عشان تلعبي مع العيال، بدل ما تساعدينا جاية تلعبي تلعبي مع معاهم." العيال. وبعدين خلّصنا التوزيع وأنا ماشية العيال تحمّسوا جدًا ومش عارفين يعملوا إيه، ابتدوا يرموني بقى باللي معاهم يعني طوب زلط كده أهوّة يعني. وده يدل إن هُم مش عارفين يعبّروا وثوروا ما اتلوّثوش بالناس، بس مش عارفين يتعاملوا إزاي.
فيعني كنت يوميها قررت إن هو يعني لازم نعمل حاجة، بس السؤال هو إيه الحاجة اللي تتعمل؟ لإن أنتِ شايفة دخلتِ بيوت مش يعني ظروف بيوت دي عامةً دلوقتي المحافظة هدِّتها أزالتها، بس يعني كانت الظروف فيها قحط. لأ، يعني لمّا تشوفي أوضة أسرة كلّها قاعدة في أوضة ما فيهاش تهوية، ما فيش مرتبة، هُم فارشين كده على الأرض نايمين فيها، ما فيش مَيّة، ما فيش حمامات، ما فيش صرف، هو في برميل جيركن وإن هُم بيشربوا منه، وطبعًا المَيّة راكدة ومش كويسة، فكلّها مشاكل في الكلى، ما فيش حمامات، ففي حمامات مشتركة. فبالليل بقى لمّا البنات يروحوا الحمامات اللي في وسط الشارع اللي هي طبعًا مستوى الhygiene فيها مش هنتكلّم عليه، ما فيش مجاري، في حاجة اسمها ترانشات، يعني بير بيتجمّع فيه الصرف وبعدين العربية بتيجي تشفطه، فاللي هو العيال ماشية حافية على في في المجاري. المجاري، البنات مخرومة ودانها بس في فتلة دُبارة عليها، فاهمة، عشان ما فيش حلق. اللي بيبيع كليته عشان 15.000 جنيه، طبعًا الكلية التانية بتبقى منهارة، لإن أصلًا المَيّة اللي بيشربوها طبعًا. مش كويسة، ملوثة، فبيبقى دخلوا كده في دوّامة يعني. ما عارفة الغريب إن أنتِ شُفتِ كل ده واخترتِ التعليم، ما اخترتيش الصحة وإني أعالجك وإن بس ده ما أنا جاش من أول مرّة، هو كان trial and error، يعني أنتِ شُفتِ كل ده وأنتِ مش عارفة تبتدي من فين، أنتِ شايفة مشاكل كتيرة أوي، أأكّلك والّا أرمّم لك بيتك والّا والّا أعمل لك أعالجك بيت، والّا يعني أعمل لك بيت والّا أعالجك والّا بالضبط، ومش عارفة تبتدي من فين، بس أنتِ frustrated جدًا وشايفة إنِّك في بيت حلو، بأوضة حلوة، بتكييف حلو، بسرير حلو، لأ، بحمام، ولو اللي هو التكييف باظ 10 دقايق الحاجات اللي بنتزرزر، كلّها for granted عندي والّا لمّا الكهربا تقطع، التكييف قطع والكهربا قطعت وأنا قاعدة في الحر لمدة ساعة. ساعة، فكل الحاجات ما أنا كان ممكن أصحى هناك، صح. كنت frustrated جدًا، جدًا لمدة سنتين 3 هاعمل إيه؟ يعني فاهمة، ما أنا الحمد لله كويسة، بس طَب أنا بقى هاعمل إيه؟ فاهمة. يعني فابتدينا بكذا trial لغاية ما توصّلنا إلى الأطفال، التعليم. ابتدينا الأول بالأمهات، لقينا too late، ابتدينا بالشباب، لقينا ما هم محتاجين يتعلّموا وهيشتغلوا دايمًا في حاجات ليها علاقة مش حاجة عشان هم مش متعلّمين. فمن هنا بقى ابتدى مش أول مشوار في الطريق. عاجبني أوي اللي أنتِ بتقوليه لأنه بيرجّعنا إنه التعليم هو أساس كل حاجة، لمّا آخُد بقى الجيل الصغير وأعلّمه كل حاجة تانية صحيح ده long term يعني هتاخد وقت أطول، بس لمّا جيل كامل يطلع متعلّم هيبقى عنده فرص أحسن، هيحسّن المنطقة طبعًا. كلّها، الصحة هتتحسّن، العيشة هتتحسّن. فأنتم عملتوا حقيقي الحاجة الصح، أنا هاخد جيل صغير وأعلّمه، عشان هو الجيل ده اللي يفرق في إن المنطقة كلّها ترتقي معاه. وده فعلًا حاصل، إن الناس اللي حواليهم عايزين يبقوا زي دُولة، صح. فهو already شَد. ومش بس الأطفال، أنتِ لمّا بتاخدي الولد بتاخدي مامته، بتاخدي أخته، بتاخدي أخوه، بتاخدي باباه، فبيبقى دخلتِ في البيت كلّه، بس الأساس هو الطالب. أنا برضه اتأثّرت جدًا إنه لمّا جيت عندِك لقيت الموضوع معمول بطريقة holistic يعني كاملة، مش أنا عملت مدرسة وهاعلّمهم بس، ده في تعليم، تعليم عام ورياضة وفي تعليم فني. اتأثّرت جدًا الأم اللي قاعدة بتعمل الكروشيه وبنتها الصغيّرة بتتعامل معاها، ولقيت products ما حصلتش زي اللي أنتِ الbracelet اللي أنتِ لابساها وحاجات تانية كتيرة quality ما حصلش، كُلّنا نلبسه ونبقى فرحانين بيه جدًا، فعايزاكِ تحكي لي أكتر بقى خلاص خدنا قرار التعليم والأجيال الجديدة إزاي وصلنا للحاجات المختلفة دي والperformances دي والعيال بتعمل مش بس folklore وبتعمل سيرك وبتعمل performance ما حصلش، يعني كمان قلبتِ لو كان عندهم شوية غضب أو إن هم زي العيال بالضبط اللي أنا شُفتهم المدرسة اللي قبلها اللي بيضربوا بعض، دول بدل ما بيضربوا بعض بيرقصوا. أنا ما مشيتش على كتالوج،
إحنا اشتغلنا بناءً على دلوقتي يعني بناءً على الاحتياجات، كان واحدة، واحدة بنحاول نضبّط الmodel بتاعنا. فالمدرسة اللي هنعملها، طيب الولاد إيه اللي هيشجّعهم إن هم ييجوا المدرسة؟ ما هم أحسن يخلّوهم برّه بيشتغلوا في الوِرَش وكده أهوّة. طب الأم لازم يبقى لها مردود، علشان إحنا للأسف إحنا لازم نحُط نَفْسنا يعني إحنا في البيئة اللي حوالينا، ظروف وِحشة، قهرية، خِلفة كتير أوي، احتياجات ما لها نهاية. فطيب الطالب هييجي وهنأكّله وهنلبّسه، بس الأم بقى إيه اللي هيبقى الحافز بتاعها؟ فابتدينا التدريب الحرفي الvocational department. وطبعًا quality الأول كانت مأساة والproducts كانت مش حلوة خالص، بس قعدنا نجرّب ونتعلّم. أنا كان اليوم اللي بانزل فيه السوق ده كان زي كإن باجيب لعبة حلوة ليّا بابقى excited جدًا بيها، شوف الألوان والنقشات والقماش والحاجات دي كلّها وتحسّي بتتخيّلي ده ممكن يطلع إيه. فالأول بعد ما كانت تجربة كانت مريرة والمنتجات كانت وحشة، ابتديت أقف باشوف باروح من خلال أمي معارض كتيرة، ف فشُفت رَد الفعل الناس إيه، أنا عايزاكِ تشتري عشان هي عاجباكِ الحاجة، مش عشان عايزة تساعدي. يا حرام نساعدهم وبتاع، لأ أنا فعلًا I love it أنا عايزاها، فاهمة؟ ما ده الإحساس اللي جالي وأنا باتفرّج على الحاجات اللي عندِك. وهو بقى ده كان الevolution يعني هو إحنا مش فجأة وصلنا كده، ده مشوار من زمان أوي ابتديناه واحدة، واحدة لحد ما وصلنا إن لازم يبقى الfinishing كويس أوي، الquality كويسة، القماش ما بيبهتش، الخيط ما بيُقعش، الخرز ما بيُقعش، الdesign نفسه فيه فكرة، في شوية identity تحسّي إن ده ممكن مصر مش كل حاجة بس تحسّي إن فيها الidentity بتاعنا، إنِّك تبقي functional وcontemporary وتبقي مثلًا زي ديّة يعني فاهمة، فكلّها كده أهوّة. فالevolution ده حصل على مدار السنين وtrial and error كتيرة جدًا وحاجات فاشلة كتيرة جدًا، لحد ما وصلنا إن كل شوية بقينا نفهم شوية وبنحسّن الناس لحد ما وصلنا. عايزة إيه. فابتدينا الvocational department الطالب فكده أنتِ جبتِ الطالب وأمه. فأنا كده بالضبط. جبتك وجبت مامتك. وهُم بقى مبسوطين عشان في reward عائد مادي بياخدوه، فهُم مبسوطين من الموضوع دوّة طبعًا. وإحنا بقى ربطنا إن ما فيش حرفة من غير دراسة، ما فيش نشاط فني من غير دراسة، هي الدراسة هي الcore والأساس وبناءً عليه بنزوّد حاجات تانية. عارفة الجزرة صح. مش فاكرة اسمها إيه الحاجة التانية الحاجة حصان باين والجزرة. بس، فبيبقى في تعليم كويس وأكل نضيف ولبس وكل الحاجات دي كلّها. فالأم دلوقتي متحمّسة إن هي تجيب ابنها في المدرسة علشان الموضوع ده. أنا بقى دَوَرت على الحاجة اللي تحمّس الولد نَفْسه والبنت نَفْسها إنها تبقى حابة المكان، ويبقى عندها انتماء للمكان. فابتدينا بالكورال، وابتدينا بالمسرح، وابتدينا بالإيقاع طبلة، زي أي جمعية كنا بنعمل عرض كده مسرحية وبعدين طبلة وبعدين كده، وبعدين يعني حسيت لازم في edge شوية عندنا، فقُلت طيب ما نعمل كلّه مع بعضه كده show. فقُلت طيب الedge هو إن إحنا ندخّل الأكروبات، حاجة مختلفة موجودة مش كتير في مصر ومن زمان ومصري أوي، يعني أنتِ في المعابد بتاعة معابد المتحف معابد القدماء المصريين هتلاقي في حركات أكروبات بيعملوا كده القبة وبيعملوا بالضبط، هو ده كان entertainment ساعتها والموسيقى والحاجات دي كلّها. ابتدينا طبعًا trial and error وجِبنا حد مش كويس وحد تعبان وحد لحد ما توصّلنا برضه كلّها learning process يعني. فابتدينا بقى والعيال حبِّت. العيال أنتِ إزاي بالضبط ولادِك بتودّيهم gymnastics هو ده بالضبط، بس هُم ما عندهمش كلام. فابتدينا أجّرنا سطوح بتاع الجار اللي في المبنى الأولاني اللي عندنا. فقعدنا في السطوح دوّة وكنا بنعمل التدريبات، نمرّنهم على حاجات وجمباز وflexibility وfitness وكده أهوّة لحد ما العيال كانت يعني ابتدى بقى يشد الناس من برّه اللي في الشارع إن هم عايزين ييجوا يعملوا ده،
فلازم تعملوا الدراسة علشان تيجوا تعملوا ده. وبقينا نعمل عرض بقى فيه كل ده، ودخلنا كمان الموسيقى إن إحنا بنعمل لايف ميوزك، فالتشيلو والفايلن والترومبت وترومبون والأورج مع الطبلة. وبعدين كل ما بزود حاجة كل ما أنا ببقى معايا عدد طلبة أكتر، كل ما هما بيحبوا أكتر. ما أنا ما أقدرش أعمل سيرك ب200 حد، بس ممكن أعمل 100 كده و100 كده، فابقى زودت الناس المبسوطة والمستفيدة واللي حست بنفسها، فبيبقى حاجة عدوى كده وإن كله عايز يعمل زيه. فلو أنا كنت عارفة من 10-15 سنة، مش فاكرة من كام سنة، إن أنا هعمل كده هقول لك لا طبعا دي متخلفة ولا إيه. بس هو عشان جاء يعني out of the box شوية، بس جاء بناء على الناس حابة إيه وعايزة إيه وكده. هو بس فعملنا بقى المدرسة. الأول كنا في مبنى صغير خالص على قده، مأجرين السطح ومأجرين أوضة هنا وشقة هنا عشان الحرفة هنا ومش عارفة كله إيه كده، بقى حتت وحتت قص متفرق ولزق جدا خالص بقى. ففي 2013 كنت شايفة إن الموضوع بيكبر وفي ناس فعلا عايزة الموضوع ده والديماند بيزيد، فاشترينا أرض في المنطقة في الشارع اللي ورانا 1000 متر، وكان هو ده بداية الجوهرة اللي أنا شفت الحلم. يعني أنا كان عندي حلم أنا بسميه كنت ساعتها الفنكوش، لأن أنا ما كنتش متأكدة إن ده هيحصل، بس أنا كنت عندي يقين إن أنا عايزة أعمل كده، وهو ده اللي أنا عايزة أعمله، ده اللي أنا حابة أعمله. وبعدين ابتديت بقى اخد بقى فلوس عشان اشتري الارض من ناس صحابنا ودونرز وكده هوت. فانا بقيت عندي الخوف ان انا ما اعرفش اكمل الموضوع، فابتديت يبقى عندي لا، ما انا لازم اكمل. وانا رحت طلبت ان انا ارخص ارض في منطقه عشوائيه مش مترخصه، فده كان مستحيل بالنسبه للجهات الحكوميه، بس هنرخص الارض. ورخصت الارض. تاني يا جماعه في 1000 و1000 سبب يخلينا ما نعملش حاجه، 1000 و1000 شماعه، وساعات وفعلا ساعات بتبقى الظروف قاسيه جدا، بس لو حد بجد عايز يعمل حاجه بيعملها. انا بقول ان ده برضو ربنا، لا ما هو يعني دي كده كده يعني الحاجات اللي انا looking back ده يعني طبيعي مش طبيعي، يعني فاهمه. ده اكيد كان كل مره حد يبقى مثلا في مكتب في محافظه كده، هو حد فعلا كويس بيساعد، حاجه مش طبيعيه. فده ما اتحطش بالصدفه، ده ربنا وقدني هناك الوقت ده في المكان ده عشان اقابل الشخص ده، فاهمه. في كام طفل في المدرسه في كام طفل بنساعده؟ أو كام عيلة بقى، لأن هي بقت الأطفال بأمهاتهم. عندنا حوالي 600 طالب في المدرسة، حاجة المركز المجتمعي. هو اللي يفرح إن أنتي بتشوفيهم من زمان. يعني أنا عندي صور الولاد أول ما جم زمان وبشوفهم دلوقتي بتخض، عارفة لما تسمع ساعات على التليفون كده. إيه من أكتر مثلا قصص اللي أثرت فيكي أولاد حياتهم فعلا اتغيرت على إيد اللي أنتي عملتي؟ يعني شفتي طفل في ظروف معينة وشفتي تحول إزاي؟ في قصة وقت الكورونا، كنا إحنا عشان بنحاول نساعد الناس، فابتدينا. أنا شفت إن أنا لما كنت بروح العزبة بشوف الولاد كلهم بيطيروا طيارات، وكنت بشوف من الدائري الطيارات، بس أنا عارفة هم مصدرهم من فين، فكان نفسي أشارك التجربة دي مع الناس التانية. فقلت احنا هنشتري الطيارات من الناس ب 100 جنيه ولا whatever 150 جنيه ونبيعها لناس اكتر. في التجربه دي جالي بقى كم من الطيارات، كنت كل يوم اروح يبقى في زفه في الشارع لغايه اخر الشارع، ناس جايبه معاها طياراتها عشان اشتريها، وده كان طريقه somehow مساعده للناس. طبعا بس من بقى ده يعني عندنا مخزن لسه مليان طيارات، يعني كايت. يعني كنا ان في ولد بقى فضل مستمر معانا وعايز يطور من نفسه، دخل المدرسة، وبعدين تعلم حرفة الإيبوكسي، وبعدين تعلم السيرك والأكروبات، وهو دلوقتي اللي بيعلم الولاد الأكروبات، وعنده جيل تحتيه هو اللي معلمهم. وده كان جاء بمحض الصدفة يعني، أو ما كانتش صدفة يعني. وفي بسمة ده كان تركي، في بسمة اللي هي كانت طالبة عندنا بادية برضو من وهي صغيرة قوي، ومحمد جمال ان هو لما كبروا ابتدوا اللي هو محمد جمال بقى هو اللي يدرس الولاد في الفصل اللي انت دخلتيه، اللي هو مصادر التعلم اللي في الاول خالص.
بسمة ابتدت تشتغل سيرك بره، فبقى يجي لها مصدر رزق. يعني في حاجات كتيرة. فعلا حياتهم بتتغير. بيبقى عندهم حياة كريمة عشان خدوا فرصة، مش بس فرصة، خدوا سعادة. زي ما انتي قلتي، احنا أولادنا بناخد الموضوع كده عادي، وديناه جيمناستكس، وديناه مش عارفة مين، رايحين النادي النهاردة، راح اتمرن في مش عارفة ايه. هم ما عندهمش الفرصة دي. لا، أنا هجيبك أعلمك وهنلعب رياضة وهنتعلم أكروبات وهنغني وهنخش الكورال وهنعمل حرف. حياة. وبعدين أنا مصدقة إن هو كل حد فيه حاجة، عنده حاجة، بس عايز اللي ياخد إيديه ويساعده فيها. فرصة إن هو يديله يتاح له الظروف إن هو يعرف يعمل سيرك. هم بيبقى نفسهم يلمعوا، بس مش عارفين، ما عندهمش الفرصة. وده أي حد في الشارع يعني. بس الفرق إن دول اتربوا هنا ودول اتربوا هنا. هو فأنت لو اديتيله الفرصة، اديتيله مقومات وساعدتيه، بيزدهر، بتبرق. عارفة لما جيت عندك ايه الإحساس اللي جالي؟ يعني غلسة جدا مني، بس عارفة أنا بحلم لك حاليا، عارفة إنه المدرسة دي يتعمل منها واحدة في كل منطقة عشوائية. طبعا عندي الأحلام دي. صح. طب احنا فين من الأحلام دي؟ وعشان طبعا نتكلم احنا فين، هنتكلم شوية عن الصعوبات اللي بتقابليها، الأوبستكلز اللي بتقابليها وانتي بتدوري حاجة كده، مشروع زي ده. لما عملنا المدرسة أنا كنت شايفة إن دي الستاندردز اللي لازم تتعمل، مش عشان في منطقة عشوائية فنعملها كويسة. ففي ناس جت اتخضت، قال لك ايه المكان ده هنا ليه؟ ده اللي حصل. انا اتخضيت. لا، اتخضت بقى ان هو المكان ده ما ينفعش يبقى هنا. لا، انا بالعكس فاهمه. يعني في الافتتاح حد قال لي اللي حضرتك عاملاه ده فجر يا هانم. قال لك كده علشان هو يعني مش متخيل ان دوت المفروض يبقى هناك. بس هو ده اللي عمل فرق لما عملنا حاجة حلوة قوي. عارفة هو ده الكونتراست بتاع بيتهم. قالوا كده مامتي لما عملت 57، ليه تعملي كده؟ كان ردها بالظبط زيك، قالت هو ده اللي هيعمل فرق. يعمل كفاية السعادة انك تكوني في مكان شكله حلو وفي ألوان وفي جمال، هيدي سعادة للأطفال. هو مش من حقهم؟ هو ده بالظبط حقهم يبقى فيه طفولة، يحسوا بأدميتهم، يعيشوا طفولة سعيدة. فبيواجهك صعوبات. ايه الأكتر حاجة يعني ايه اللي انتي محتاجاه عشان تكبري؟ يعني انتي اوريدي عملتي حاجة تحفة. احنا طبعا الرانينج اكسبنسز ما هياش قليلة، واحنا اوريدي بنبني مدرسة تانية جنبينا علشان يبقى نزود الخدمات. بس طبعا في مشكلة فلوس، لان هو لو احنا كنا زمان حاسبين على 15 جنيه ولا 20 جنيه، ولا اول ما ابتدينا خالص 2013 متهيألي كان ب5 جنيه حاجة كده، يعني حاجة كده نتحسر عليها. دلوقتي يعني طبعا. فطبعا في تشالنج فلوس. وفي كل شهر انا بقى نفسي ان احنا نعمل انداومنت ونصرف من الانترست بتاعتها، بس كلنا دايما عندنا الحلم ده يعني الواقع ان احنا ما بنعملش كده اهوت، وان احنا بنصرف. عندنا الحمد لله ناس who believe in us very much، وناس صدقت في الحلم من الاول خالص. لما كان انا عايزه اشتري ارض في حته عشوائيه وابنيها حلم مدرسه، طبعا دي ناس على راسي من فوق جدا. لسه جداً في خير جدا جدا يعني. مصر فيها خير، مصر فيها خير كتير قوي. انت بس المهم تعرفي توصلي للشخص الصح وللقلب الصح. فاهمه؟ يعني انت مهما حكولك عمرك ما كنتي هتصدقي على تواصل، صح؟ ما انا بقول لك 1.5 سنة بيقولوا لي ياسمين ابو يوسف قصه ملهمه. ايوه، ما ناس كتير بتقولي على ناس كتير قصه ملهمه. انما بقول لك انا قاعده كده ولقيت. وعلى فكره برضو التات توك دي كانت جات لي قبلها بيمكن اسبوعين او 3 او شهر،
معرفش ايه اللي خلاني اليوم ده ادخل ابص. اقول لك انا بقى، قولي لي. اصل انا دعيت قبليها بيوم انت قلتي دعيتي قبليها بيوم. وما فهمتش ده غير لما كنا قاعدين جنب بعض في المسرح، يعني لما كلمتيني في التليفون قلت اوكي. هو بس لو ربنا سمع دعاكي فاستعملني أداة، أنا ممتنة جدا ليكي. فاهمة قصدي؟ والكل حاجة بتعمليها. لا لما اتفرجت هو ده بالظبط الإحساس اللي جالي. عارفة لما تشوفي وتحسي ايه ده؟ طب ما هو لسه في ناس بتعمل ده. وفعلا ده الاكسبريشن اللي جالي. ودايما بقولك كان دايما بابايا يقول لي زي ما في شر مليان خير، زي ما مليان شر مليان خير، الفرق انه الوحش هو اللي بيطفو فوق فبيبان، بس الخير هادي ساكت. فاهمة قصدي ايه؟ وحبيت ان انا اعملها فعلا عشان الناس تشوف واحد، وعشان نعرف ان الخير لسه موجود، عشان دي حاجة comforting مطمئنة، وعشان نساعد. يعني عايزاكي برضو تقولي لي الناس تخش تشتري ازاي من الحاجات الحلوة الكتيرة اللي انا شفتها، شنط وكوسترز و بريسلتس وعقاد وفساتين وكل حاجة. انتوا بتعملوا كل حاجة، ومخدات وحاجات رمضانية وحاجات لكريسمس، مفيش حاجة ما بتتعملش. فاهمة قصدي ايه؟ فعايزاكي برضو تقولي لي يخشوا على ايه بالظبط، عشان فعايزة الناس تساعد، وعايزة الناس تبتدي تفتكر إن هما ممكن يغيروا حياة حد. كل حد فينا يستعمل صوته، أو يستعمل شغله، أو تستعمل وظيفة هو فيها، أو يستعمل إنه يخش يشتري حاجة صغيرة، أو يستعمل إنه يعمل شير على إنستجرام. أنا بحس إن أنا بلست بالناس صحابي برضو بيتحطوا، ربنا كده بيحطهم يعني زي الكومن فريند. هو ده من زمان قوي. أنا برضو هو دايما يقولك أنا I connect people، بس من زمان قوي هو مختفي، فإنه هو يظهر كده فجأة. فدايما اللي أنا أعرفهم إن هما بيساعدونا، يبقى في شركة في CSR، يبقى personal funds وكده هو. فيعني ده بشكره يعني. وانا مش حد بروح اخش في كونفرنسز وفي ايفنتس واحضر حاجات واطلع في التلفزيون، لان انا بحس زي مامتي. يعني انا مركزه في الشغل بتاعي. انا مش يعني انت حقيقيه. يعني مش يعني انت حقيقيه يعني، بس انا يعني هو ده اللي انا بحب اعمله، هو ده اللي انا عايزه اعمله، مش عايزه اعمل حاجه تانية. وانا قبل كده كنت بشتغل حاجه تانية خالص، بس انا لما كنتي بتعملي احنا من زمان عندنا فاميلي بيزنس اوتيلز، فنادق. فانا كنت مسؤوله زمان خالص. بابايا قال لي اول ما اتخرجت انتي عندي كده ملايات وفوط عايز نشتريها عشان بنفتح فندق في شرم الشيخ. قلت له اوكي. بعد كده بقى اتاندد اب بقى، جبت بقى حاجه المطبخ والشوك والسكاكين والمراتب وكل الحاجات دي، وقعدت بقى سنين مسؤوله عن مشتريات. وطبعا ان انا صغيره في السن وبنت صاحب المكان، كان طبعا بيخليني ان انا لازم ابروف ماي سيلف. انا مش هناك عشان ده باباي، هثبت نفسي. وطبعا كل الحاجات اللي اتعلمتها ما كانتش صدفه، ان انا اعرف ازاي اشتري واعمل وازاي اتفاوض ونيجوشيت واعرف اتكلم مع كل الناس والحاجات دي كلها. وكان كل شويه يحصل، بس هما كانوا سبورتيف جدا، ماما وبابايا كانوا سبورتيف جدا للغلطات. اتس اوكي يعني كونتنت يعني. وبعدين كان كل مره يحصل ضربه سياحيه، انفجار، وات ايفر بقى، ايه، ثوره بتاع، نقفل. فاقعد اشتغل شويه في الجمعيه الاقيها بتنور. فقلت طيب ما خليها منوره على طول. فروحتي سايبه وركزتي في الجمعيه. طب الجمعيه فين النهارده؟ احنا انتي بس ردا على سؤالك ازاي الناس تجيب البرودكتس بتاع التواصل. احنا عندنا انستجرام تواصل.egypt، وعندنا ويب سايت تواصل.egypt.org. تواصل.egypt.org. والولاد اللي بيعملوا ديليفري ولاد من عزبة خير الله. الفرايتي الكتيرة اللي موجودة في البرودكتس ديت، عشان كل ما بنعمل برودكت جديد كل ما في ستات كتيرة بتشتغل فيها، ستات جديدة،
كل يعني في قسم الكروشيه في ستات، غير قسم التطريز، غير قسم الخياطة، غير قسم الكوسترز. فكل ما بنزود variety of product كل ما بنشغل ناس. فبنقعد بقى دايما نفكر طب القسم ده فاضي النهارده هنعمل فيه ايه، فنقعد بقى كده لا أهو. يعني ما فيش حاجة في الآخر، الهدف ازاي نشغل ناس ونحسن من حياتهم ونخليهم أسعد. ويحسوا بقيمة الفلوس. أكيد هم كده حاسين بقيمة إن أنا مجرد أديلهم كل شهر بالظبط 200 كده، جنيه هي 300 بتشتغل جنيه. ليها، هي بتشتغل، هي بتتعب، بتشقى. تواصل فين النهاردة. تواصل فين النهارده؟ تواصل انا فيري جريتفul اللي احنا وصلنا، ممنونه جدا او ممتنه جدا وتعبر بقى بتالي ازاي اللي احنا وصلنا له دلوقتي. وده برضو يرجع للتيم اللي موجود، ان هم كلهم بيحبوا اللي بيعملوه، قلبهم في الموضوع. واوتوماتيكلي لما حد ما بيبقاش كده بيشتغل بس عشان اسباب تانية، اوتوماتيكلي بيطلع بره. طبعا. فاحنا بنبني المبنى اللي هو عشان يبقى another تواصل في عزبة خير الله، لان طبعا في عيال كتيرة قوي والاطفال وسيدات وشباب، بحيث نعمل مركز مجتمعي تاني في عزبة تكبروا. خير الله. بنكبر، وده كان اوريدي المكان القديم بتاعنا، فاحنا بنكبره، كبرناه، واسيت اوريدي كان موجود يعني او سبيس فبنستخدمه. بنعمل اوردرز ساعات، بيج اوردرز، طلبيات كتيره بتساعد ناس كتيره، لبنوك وشركات وغيره وغيره يعني كواليتي وصلت للمستوى ده. اكبر البنوك والشركات والجونه وغيره. وبنحاول بقى نشغل معانا ناس تانية مش بس في عزبة خير الله، الحرف التانية اللي حوالينا، بحيث يبقى خير للجميع. صح يعني خير للجميع، يعني مش الهدف بس ان انا مؤسستي هي احنا عايزين خير وخلاص. اصل الرزق ده بتاع ربنا. صح يعني فاهمه، بالعكس انت لما تعملي حاجه حلوه اكتر الناس هتجيلك انت اكتر، مليون يعني يعني صح. بس وعزبة خير الله بقى فيها مكان اللي كنت حكيت لك عليه، حلم بقى ان انا اعمله. ده مكان اثري محدش يعرف عنه حاجه خالص. قلعة مخزن ومصنع بارود وقت محمد علي، 20,000 متر، كانت في وسط الخرابة، وسط العشوائية والزبالة وصرف وسرنجات ومخدرات كله. وبرضو توفيق من ربنا، احنا جات لنا الموافقة، طلبنا نرممها وجات لنا الموافقة ورممناها. لا وشفت الشكل لما ابتديتوا ترسموا على المباني، تبيضوها وترسموا عليها، لا يعني انقلاب في المنطقة، حاجة بصراحة. فانا بقى نفسي تطلعي بقى بره عزبة خير الله وتقلدي لنا الموديل ده في كذا حتة. يعني الماستر بلان بتاعي بعد ما نعمل المدرسة، المركز المجتمعي والجبخانة دي، لأن الجبخانة دي انت بتعملي حاجة اللي هي بتاعت محمد علي، هتغيري مفهوم العشوائيات في مصر. ان من العشوائية قدرتي تعملي performances قوية جدا من شباب المنطقة، products حلوة قوي، مكان ظريف تقعدي فيه، مكان أثري مفيش زيه في العالم كله، شايفة immersive experience متفردة. عارفة حابة ايه قوي؟ أي طفل في العالم عنده طاقة، الطاقة دي يا إما هتخرج في حاجة حلوة زي الرياضة أو الفن performance اللي انت بتتكلمي عليها، يا إما لازم هتخرج في طاقة وحشة. فأنا حابة جدا اللي بسمعه إنه إحنا بناخد الأطفال مش بس نعلمها، ناخد كل الطاقة دي إن إحنا نطلع ولاد، هو ده، هي دي الأجيال اللي هترتقي بمصر. هو ده بالظبط اللي انت بتعمليه. انت فاهمة حجمه؟ مش بركز في حجمه كبير. يا بنطلع أجيال مهملة فطاقتها بتروح في بلطجة ومخدرات وي، يا بنطلع أجيال الطاقة بتاعتها راحت في حاجات بتأدي لحاجة حلوة. هو هدف الجبخانة عشان الطاقة بتاعت الولاد ده. انت دلوقتي بعد ما علمتيهم سيرك حلو قوي وبقوا شطار قوي وامبرسيف قوي، ما فيش زيهم بيعملوا الحاجات عايزين يستعرضوا. فلما بيروح في حفلة في مدرسة في وات ايفر هيبقى كام مرة في السنة،
فانت عايزه حاجه مستمره، فهو الجبخانه ما هي الا بتكمل اللي ابتديناه، صح. ان حاجه مستمره. وهو في فرستريشن دلوقتي في الولاد جامد قوي، ان طب احنا تعلمنا ده وبعدين عايزين نستعرضه في حته، عايزين يستعرضوا عضلاتهم، عايزين نعمل ايفنت مع بعض، يلا نجيبهم ايوه هنعملها، هتشوفي ان شاء الله. ان شاء الله. طب انا شايفه احلام كبيره وبروجكتس كتيره، ممنى تاني والجبخانه، يعني مش هزار. هي احلام مختلفه شويه. سؤالي بقى ليكي، بتجيبي الطاقه منين؟ يعني ايه اللي بيحفزك تدي كده؟ علشان في نفس المكان انتي بتشوفي فقر مدقع ومناظر مش عايزة احكيها، يعني حاجات يعني فاهمة، وبتشوفي كونتراست، ولاد ضحكتها يجوا بخش الجمعية، يجوا ماما يعني يجوا يجروا عليا يسلموني، يسلموا عليا. انا شفت وانا جايه لك الفرق، قلت لك بين الاولاد اللي كده، ولما دخلت عندك المدرسه الاولاد مبسوطين ومؤدبين. بتشوفي فرق ان الاسره كلها بقى، يعني انت لما بتاكلي عندك ولدين 3 في المدرسه من نفس الاسره، انت كده شلتي عبء جامد. فبتشوفي الامتنان ده في وش الناس، بتشوفي قد ايه الناس لما بتشتغل في الحرف، ازاي جهزت بنتها بناتها كامله ازاي اتصرفت على فلوس الكانسر الثدي اللي عندها من الحرف دي. بتشوفي فرق قصاد عينيكي. بتشوفي الولد اللي كان جاي عامل دايما مشاكل وبيتخانق وبيقل ادبه وبيضرب وبيشتم، وبعدين في الاول وبعدين بعد فتره بتشوفي الفرق عمل ازاي في الولاد. فاهمه؟ هسألك سؤال غريب، تفتكري كلنا عندنا دي جوانا، ان احنا نساعد ونحاول نطلعها ونقدر، ولا ناس قليلة زيك زي امي زي نماذج كده اتولدت متنورة النور ده؟ انا ما اعرفش بصراحه، اللي انا عارفاه ان اكيد ماما كان عندها طفولتها مختلفه شويه، ولا ايه، مميزه. بصي ما اعرفش، اللي انا جدتي بتحكيهولي، لا انا خدي بالك امي ماتت قبل جدتي، فجدتي كانت بتحكي لي بتقول لي هي من وهي بيبي هي اتولدت كده، لان هي بتقول 5-6 سنين كانت تنزل تروح المدرسه، جدتي بتعمل لها ساندوتشات، تنزل تلاقيها ادت الساندوتشات لاولاد البواب literally، وتروح المدرسه جعانه وبتاع، فترجع جدتي تقول لها ليه، تقول لها ما هم جعانين وصعبوا عليا. فامي كنت دايما بقول، عشان كده سالتك السؤال ده، انا دايما بقول لها انت you're lucky، انت محظوظه لان انت اتولدتي كده. احنا effort ان احنا عايزين نعمل حاجه كويسه وعايزين نبقى بني ادمين كويسين، في ناس بتجيلهم من غير مجهود. فاهمه قصدي؟ مش معناه انا ما تعبتش امي، بس هي كان ده الطبيعي، هو ده العادي، انا عايزه ادي. هو ساعات ما بتتعبيش من لا لا تدي. لا، يعني نفسي بيروح بامانه نفسي صح؟ بيروح وخايفه النفس يتقطع، يعني فاهمه. بس هو في ناس كتيره دايما عايزه تعمل حاجه، هو يمكن ما بيبقى ما جات لهمش الفرصه يعملوا حاجه اللي يشوفوا المردود قصادهم فيكملوا. يعني ما هي فاهمه، هو في ناس دماغها جزمه وفي ناس في كتير، وفي ناس خلاص بقى ما هو ما ينفعش، طب اوكي نعمل، يعني كفايه نعمل حاجه واحده في السنه في رمضان وخلاص، فاهمه بالظبط. بس يعني بعدين هو ده بالنسبه لي الموضوع اللي ابتدى سيلف فولفيلمنت، ان انا احقق. يعني انا كنت زي ما بقول لك ان انا في المدرسه ما كنتش مبسوطه، في الجامعه لقيت ان انا عملتي كل اللي انت اصلا بصيتي على اللي اتحرمتي منه، حتى من تجربتك انت كطالبه في مدرسه خاصه. ويمكن المدرسه بتاعتي كان بيبقى فيها حصه اوفراج خياطه، فهو يمكن ده الدافع اللي انا خلاني كان عندي حصه الاوفراج الخياطه دي فيمكن ده اللي خلاني احب اعمل غرزه السلسله، يعني فبفهم شويه او فهمت شويه كل حاجه اتحطينا فيها كانت لسبب. حلمك ايه؟ ان كل الولاد اللي دخلوا عندنا والستات، ان فعلا حياتهم تفرق ويكبروا ويبقوا هم اللي ماسكين المكان بعد كده، ويبقى فاهمه
إن إحنا نعمل تواصل في كل حتة، يعني ده كان حلم عندي. صح. هل عندي الطاقة والصحة إن أنا أعمل كده هوّة؟ مش متأكدة، بس هل عايزة أعمل كده؟ نفسي أعمل كده. عارفة لو ابتدت أبواب تتفتح هتلاقي الطاقة رجعت. وهو في كل حتة بتبقى واحة كده هوّة بتعمل فرق، فتخيلي زي ما أنتِ قُلتِ إن في كل حتة فيها كده هوّة، ده حلم طبعًا عندي يعني. بس لازم نفضل نحلم. واخدة support من عيلتِك؟ أنا لو عيلتي ما كانتش بتشجعني ما كنتش وصلت إن أنا أي حاجة لغاية دلوقتي. من day one، من day one يعني أنا باروح هناك ما فيش مشكلة وجوزي إحنا مع بعض ابتدينا الموضوع، وأمي وأبويا فخورين جدًا، جدًا، جدًا بيّا، ومامهاتي التانيين اللي هم أصحاب أمي اللي هم برضه ساعدونا في إن إحنا رُحنا معارض كتيرة معاهم، يعني كلّهم مبسوطين وأنا باحب إن يعني أنا ما باعملش ده عشان أبسطهم، بس أنا يعني فاهمة؟ طبعًا الواحد بيبقى مبسوط لمّا هُم يكونوا فخورين. بس أنا عايزة أقول لِك إنه مش مامتِك وباباكِ بس اللي فخورين بيكِ يعني. وأنا حد low profile خالص، يعني لا بادوّر ولا باجري ولا باروح يعني أنا مبسوطة من اللي أنا باعمله وخلاص يعني. مش عارفة أقول لِك بتفكّريني بمامتي. لأ حقيقي، وبانبسط أوي لمّا بالاقي النموذج ده، فاهمة قصدي؟ أنا مش عايزة حاجة، أنا بس عايزة أعمل فرق. معلش بقى أنا هاطلّعتِك على الشاشات ف فما تبقاش low profile أوي، بس أعتقد الناس محتاجة تسمع القصص دي عشان هو لو ما كانش البيت مشجّع ما كناش عرفت يعني الواحد يتنفّس يعني صدق فاهمة؟ طبعًا، بس يعني برضه أتمنى إن كل حد اتفرّج على الحلقة دي النهارده يشوف إيه الحاجة اللي ممكن يعملها تحاول تحسّن أو تغيّر حياة حد. مش ضروري هتبقى على الscale بتاعِك، أو إن مش كل الناس عندها القدرة دي. as simple as إنِّك تاخدي بنتِك معاكِ وأنتِ بتعملي أي حاجة ليها علاقة بمصر مش Egypt يعني فاهمة؟ بمصر، يعني مصر مش Egypt فعلًا، إمم. مصر اللي بجد آه. مصر. ومش قادرة أقول لِك كمية الoptions والثراء اللي موجود عندنا في حاجات كتيرة جدًا. وفعلًا ما نبُصّش للأولاد دول، عارفة بنتي بتقول لي بامسك السمكة وما أقرفش، ما نبُصّش اللي هم ياي دول وبُصّي ودول بقوا عاملين إزاي، لأ يا جماعة هو إحنا كلنا واحد، هو الفرق الوحيد أنا اتولدت في أنهي بيئة وأنت اتولدت في أنهي بيئة والفُرَص اللي خدناها. فلو إحنا الحمد لله خدنا الفُرَص دي نحاول to give back إن إحنا نرجّع ده. صح. وبعدين بقى لمّا بتشوفي الستات وهُم بيقبضوا بعد ما اشتغلوا في الحرفة وآخر الشهر وكدهوّة، تشوفي السعادة اللي على وشّهم، دي بالدنيا كلّها، يعني فاهمة؟ إمم. تاني هنرجع بالدنيا بتلف تلف ونقول إنه أكبر إنجاز أعتقد في العالم أو السبب اللي كلنا جينا هنا عشانه أصله إن إحنا ناكل ونشرب وننام ونعمل دي تعدي، إنما إنك تسيبي أثر impact هو ده أعتقد السبب. أعتقد ياسمين نورتيني. فعلا ياسمين يعني فعلا فخورة جدا، ويعني أحب إن يكون في نماذج كده في مصر كتيرة، ومبسوطة جدًا وممتنة جدًا لصاحبنا common friend اللي بعت لي عشان أعرف عليكِ وأعرف على القصة، وأتمنى إن كل الناس اللي بتتفرج تخش تتفرج على المدرسة اللي عملتيها ويشوفوا يقدروا يساعدوا إزاي، حفلات، طهور، سبوح أي حاجة، أي حاجة ييجوا يعملوا استعراضات بالضبط، لبس اللي أنتم عايزينه هُم بيعملوه، أعياد ميلاد بالضبط كده، كل حاجة. قلبت نبطشي في الآخر أرجع لأصلي براحتك، بقى براحتك بيعي، بيعي، بيعي. لأ بجد عملتِ حاجة مشرفة جدًا وبرافو عليكِ، ومتأكدة إنه من نجاح لنجاح، وإنِك هتوصلي لحاجات أكبر من كده بكتير، وهنعدّي سنة أو سنتين وترجعي تقعدي معايا تاني في البرنامج عشان نشوف وصلنا يالّا لفين. بقى نشتغل جامد مع صح؟ بعض. صح. thank you so You're welcome. much ونورتيني. ويا رب كده يا جماعة بعد الحلقة الحلوة دي كلنا فعلا نحاول نبقى أطيب مع بعض شوية. أنا دينا وده